والله يا ستار ابو زياد، هذا الحكم جايب العيد، بلنتين للهلال صحيح، وطرد على الاتفاق وبلنتي للاتفاق. صحيح. كم تقييم هذا؟ والله هذا حكم ما كم تعطيه؟ ابو وليد ما يتجاوز هذا 6 صراحه، لا هو ولا حكام الفيديو، وهذا اللي كنت اكد عليه ابو الوليد. لماذا حكام تقنيه الفيديو جالسين يدعمون بعض بشكل خاطئ؟ يا لجنه الحكام اجتمعوا مع الاطقم الاجنبيه، نبهوهم ان السبورت ذا ريفري ما هي في هذه الاشياء. هذه حالات ما هي حالات دعم للزميل، ممتاز. هذه حالات مخالفة قانون واضحة لا يهتمون فيها الحكم الأجانب. أمس طاقم حكام من 6 حكام أجانب وشفنا الأخطاء اللي فيها والمؤثرة. واليوم يعني بعيدا عن النتيجة أبو الوليد 5، لكن لم يكن الهلالي خطأ بحقه، واحد. الهلالي بحقه بعد بغض النظر لم يكن خطأ واحد عشان نقول مقبول. أنت تتكلم عن 3 ركلات جزاء وحالة طرد حتى لم تراجع، حتى لم تراجع. ممتاز. معناه أنه الكلام اللي نقوله على مستوى الدعم الغير صحيح للأجانب من بعض هذا شيء خاطئ. شوف المباراة اللي قبل كيف كانت على مستوى عالي أبو الوليد من طاقم سعودي، رغم حساسية المباراة، رغم أحداثها اللي صارت بعيدا عن النتيجة. يعني يا ستار ابو زياد، على كلامك ركلتين جزاء للهلال لم تحتسب، نعم. وحالة طرد على لاعب الاتفاق لم تحتسب، بجانب ركلة جزاء للاتفاق. الهلال لو حسبت الذي توصل 7 وفي انذارات ترى ابو الوليد داخل المباراة، في كولابالي المفروض ينذر، في انذارات داخل المباراة، لكن ما نقدر نستعرضها الكم ابو الوليد. احنا عندنا 7 حالات ويا دوب اللعب. خل الحسابة عندك، لأن إن شاء الله بحول الله فترة توقف ونشاهد ركلات الجزاء اللي حسبت والتي لم تحتسب.